اولا بدايه الفكره ان انت تساهم وتساعد في تنظيم نهائي كاس مصر النهارده، اولا رحت لمين؟ الفكره جت ازاي؟ اشرح لي بقى الموضوع ده بصراحه. والله حضرتك احنا حمله بقى لها 8 شهور لسه جديده، هدفها تنشيط السياحه واظهار بورسعيد بشكل صوره مشرفه. بعد طبعا حضرتك عارف الاحداث اللي احنا مرينا بيها الفتره اللي فاتت، كنا بنعاني الفتره اللي فاتت، فكان لازم نظهر للناس لا دي صوره بورسعيد الحقيقيه. احنا بنهتم بالتراث بتاع المدينه وهويه المدينه، فاحنا اتكلمنا، احنا شفنا ان دي مناسبه الناس تشرفنا من كل حته في مصر. اتكلمنا مع مدير تنفيذي لمنطقه سالة بورسعيد، وهو وافق على طول ما تاخرش، والجهات الامنيه برده ما تاخرتش ان احنا نعمل حاجه زي دي بحيث نقدم صوره مشرفه لبورسعيد. عملتوا ايه النهارده بقى في اليوم؟ احنا اليوم النهارده بدانا من اول استقبال للفرق من الفنادق لغايه ما وصلوا لغايه الصاله هنا اللي هو بتاعتهم وكل حاجه، وتنظيم طبعا حضرتك زي ما شفت في تسليم الميداليات وتسليم البطوله وكل حاجه. انا شايف حضرتك بصراحه الشباب هم الشباب دول، شباب بورسعيد القديم، هم دول الناس اللي لازم تظهر في الصوره، ما يظهرش اللي بيرمي من يطوف واللي بيخبط وبيكسر، لازم يظهر حد مثقف. دول الناس النهارده جايه النهارده نفسها من غير اي فلوس ولا من غير اي حاجه، دول اللي بيحبوا اولادهم بجد. انا اي حاجه تبان بورسعيد في صوره حلوه انا هشارك فيها، لان هي بورسعيد في الاحداث اللي فاتت الناس اخذت عنها فكره وحشه، قالت مثلا ان هي لا بورسعيد دي الناس بتهجم وان هي ما بتحترمش الاراء والمشجعين يعني بتتعنف معاهم وكده، بس لا هي بورسعيد مش كده، وانا عارفه ان احنا مش كده، فانا جيت معاهم بحيث ان احنا ننظم ونبين بورسعيد في صوره حلوه. وجود الشباب كلكم انتوا ولاد وبنات بتساعدوا وتنظموا مع الامن، هل الامن مثلا رفض وجودكم او؟ لا بالعكس، هم شجعونا ان احنا نيجي واقبلوا على فكره ان احنا نيجي، علشان يعني حتى الناس تعرف ان احنا في حملات يعني مش مجرد الامن، مش مجرد دوره على الناس اللي هي المراكز الامنيه او لا يعني حتى شعب بورسعيد احنا ناس يعني تقدر تامنها. الحمله بتاعتنا حمله تطوعيه، احنا مش مستنيين مقابل من حد، احنا بس يعني احنا مستنيين الناس تشجعنا، اللي هي احنا ننمي روح الانتماء فيهم، لان احنا يعني انا اتكلم شخصيا عن نفسي، انا الاول يعني ما كنتش متعلقه قوي ببورسعيد، وكنت مستنيه ان حد يجي يحببني في بورسعيد، مع ان انا عايشه فيها، بس انا كنت مستنيه ان حد يجي يوريني الحاجات الجميله في بورسعيد اللي انا مش قادره اشوفها. انا عندي 15 سنه، الباب مفتوح لكل الناس لو عايزه تيجي تنضم للحمله، لان احنا كل ما الحمله هتكبر كل ما نشاطاتنا هتكبر وهنقدر نسيطر عليها اكتر. اولا احنا عايزين نخلي بورسعيد في الصداره في اي حاجه، فمن واجبنا ان احنا نخلي منظر بورسعيد كويس، فده طبعا النهائي النهارده نهائي كاس مصر، وما كانش في حد يعرف ان في نهائي كاس مصر، فاحنا من واجبنا قلنا ان احنا هنعمل على الصفحه بتاعتنا هنعرف الناس في نهائي كاس مصر. حاولنا بشتى الطرق ان احنا ندخل جمهور، وزي ما حضرتك شفت النهارده المنظر كان عامل ازاي. جينا النهارده وعشان السيد المحافظ كان اول النهارده يعتبر زياره ليه للرياضه، فاحنا عايزين نعرفه ان في شباب في بورسعيد عايز تخلي بورسعيد منظرها كويس. طبعا الصوره السلبيه اللي كانت موجوده عندنا من احداث ماتش الاهلي عايزين نغيرها، نرفع الشأن. يعني حاجه زي دي مثلا ماتش الاتحاد ماتش سبورتنج، الناس جت نزلت السوق، نمت التجاره عندنا، السياحه، فدي حاجات كتيره من اهدافنا يعني في الحمله. احنا اولا بنجمع من بعضنا، كل واحد بيجمع الفلوس، في اشتراكات شهريه، في ثمن اي دي، في ثمن تيشيرت، وبنطبعهم شكل واحد طبعا لان هي حمله اسمها بورسعيد القديمه، فده كل ده مع بعض. الحاجات دي جبناها من القاهره من حوالي بالظبط، جبنا الحاجات دي امبارح يعني يا دوبك. عملنا ايه تاني؟ رحنا مديريه الامن عشان ننظم الموضوع، وكانوا يعني يتعاملوا معانا بشكل محترم جدا، بس طبعا انت عارف الظروف بعد ماتش الزمالك منعت ان الماتش يبقى كامل الجمهور. بس والنهارده رحنا للفرق الصبح، رحنا على الفنادق، كل واحد استقبل فريق الاتحاد فريق سبورتنج، جبناهم لحد الملعب. الحمد لله يعني ظهرنا بصوره مشرفه. كام سنه واتخرجت ولا لسه؟ انا عندي 22 سنه، خريج طب اسنان، السادي دكتور امتياز. طيب دي بنوته جميله عندها 15 سنه، وده دكتور خرج طب امتياز، وراجل حابب بلده وحابب مدينته، واسم الحمله حتى حلو يا استاذ ابراهيم، بورسعيد على قديمه، عايزين مصر على قديمه بقى، يعني بجد الحقيقه ده امر في غايه الاهميه، نفسنا في مصر على قديمه، الدنيا تمشي بشكل جيد لما ولد زي ده دكتور، واحد زي تقول لك انا بورسعيد ما اعرفش حاجه وما كنتش حابه، لكن اي حاجه تحببني في بلدي تحببني في مدينتي. دي الدعوه للمهندس خالد عبد العزيز كوزير شباب. نعم. لانه البنوته ال 15 سنه اللي بتتكلم بحماس وحب لبورسعيد بتقول انا ما كنتش اعرف حاجه عن بورسعيد. نعم. كنت مستنيه حد يجي يعرفني ببلدي ويحطني في منظومه اشتغل في حاجه لصالح بورسعيد. طيب
كل هيئات المجتمع المدني هي فين؟ تنظيمات الشبابيه فين؟ يعني سمعنا في مرحله من المراحل انه محتاجين تنظيم شبابي قوي. دور وزاره الشباب حتى الان فاعل جدا في الحركه الرياضيه في مراكز الشباب، يعني في دوري مراكز الشباب، في ملاعب مفتوحه للرياضه، كل ده كويس وكل ده كان مطلوب. بس تنظيم هؤلاء الشباب كلهم في مجتمعه، يعني بورسعيد على قديمه، طنطا واهدافها، الصعيد وتنميته، الاسماعيليه وجمالها، اسكندريه والصيف. يعني انت محتاج اطلاق حملات شبابيه منظمه بشكل اولا الدوله تدعمه من خلال وزاره الشباب، تنظم له الخطوط العامه وتسيب الناس تنطلق بمواهبها وبمهاراتها وبفكرها. انت فقط بتحطهم على التراك وتسيبهم. لكنه انا شايف انه مفيش شغل حقيقي مع الشباب. ان البنت بتقول انا ما كنتش حاسه بالانتماء. الشباب في مجموعه شباب يعني متهور شويه، متعصب شويه، فمتخيل ان ده الشباب فقط لا غير، وناسي الطبقه العظمى او الطبقه الاكبر للاسف الشديد. بالظبط. انت دلوقتي عندك نجوم. هو انا دلوقتي لما اقول انه احمد شوبير هيقود حمله في طنطا، مش قليله طبعا. لو كل نجم عندنا مؤثر في مجتمعه قاد حمله، ممكن في منطقه تكون القضيه الاساسيه قضيه نظافه، وممكن قضيه تكون قضيه التبرع بالدم، وممكن تكون كسوه الشتاء، وممكن تكون اعاله ايتام، وممكن تكون مدارس او فصول تقويه للمدارس، وممكن تكون ملابس للمدارس. في كل منطقه هتلاقي احتياج مجتمعي معين، مين اللي يقوم بيه؟ نجوم المجتمع في الفن، في الرياضه، في الاعلام، في اي حاجه. كل واحد في منطقته يقدر يقود حملات بهذا الشكل. تنظيف امبابه، واخد بالك، دهانه منطقه بولاق، تنظيف منطقه العمرانيه، استاذ ابراهيم تشجير الهرم. يعني يعني في النهايه حملات. استاذ ابراهيم، عمر بن الخطاب مش هيعمل كل حاجه لوحده. بالظبط. ما هو بس ايه، على الاقل يحط الناس يعني البلد دي جالها عمر بن الخطاب، مش هيقدر يعمل كل حاجه لوحده. زي ما حضرتك اتفضلت وقلت لازم الناس تشتغل، ادي الناس مع بعض. مش ادي ده مدي. طب انا هوريك صوره يا كابتن شريف في المدرجات. السيسي مش هيعمل كل حاجه لوحده. طب انا هوريك صوره في المدرجات. رئيس الجمهوريه اللي يعمل، لكن هيعمل كل حاجه لوحده. لكنه انا اتكلمت على هيئات المجتمع المدني. والجيش مش هيعمل كل حاجه. فاكر انا كنت كلمتك مره على حمله يكون عنوانها عندنا دم. لانه عيب بلد تعدادها فاق ال 100 مليون نبدا نتكلم على انه بنوك الدم فاضيه، وانه في مستشفيات كتيره جدا توصل لها حاله طوارئ لواحد غلبان مريض فقير بينزف، يقولوا له روح اشتري كم كيس دم وهو ما معهوش. فيكون النتيجه انه يموت. او عشان تدخل تعمل عمليه لازم يكون عندك كذا. طب يا جماعه، ما لو الناس لقت حمله تثقيف يتقال لها انه اتبرع، تصدق بجزء من دمك، انت بتفيد نفسك صحيا وفي نفس الوقت بتنقذ كتير جدا من الناس محتاجه. كابتن شريف، هوريك منظر المدرجات في المباراه دي عشان تعرف ان المجتمع يسعى الجميع، حد سني، حد بنقاب، حد بشعر، حد بجنس، كل الدنيا موجوده. فيمكن من كلمه بورسعيد على قديمه، وعايزين مصر على قديمه، وعايزين الدنيا ترجع يا كابتن شريف، لانه الى متى؟ يعني انا مقدر الكلمه حضرتك بتقول احنا من 8 سنوات ل 12 سنه، لكنه ماشي. بص يا كابتن، انا عايز حضرتك بس تبص على شكل المدرجات، الشباب، الاولاد الصغيرين، الاطفال. بص يا كابتن، بص كمل معايا الصوره. الولد وابوه خلاص، ست منقبه، واحد سني، واحد تاني مش عارف ايه. ده على الكلام اللي قاله استاذ ابراهيم. الناس عندها مزاج للرياضه. ازاي انا واقف رياضه؟ الناس عندها احساس بالرياضه. يعني الرياضه دي حاجه جميله. يمكن يكون ليه ابن بيلعب في المباراه، بيشوف هو عمل حياته بيبنيها على ابنه ده، اللي هو بدل ما يروح في اي سكه تانية غلط. او الراجل بطل النهارده هو بيتوج بكاس مصر في سبورتنج او في السله او من اتحاد اسكندريه او من اي فرقه. طيب انا